في يعني الناس بتحب الزبادي كده فاكهة. طبعا هي الفاكهة المتاحة بالنسبة لي عشان بستخدمها في كذا حاجة هي الموز والفراولة، عشان هي موجودة للبلوزة أصلا. أنا بستخدم الموز والفراولة في للزبادي، للرز بلبن. في ناس بتحب الحاجة بالفاكهة الطازة يعني الفريش. في ناس بقى بتحبها مسكرة شوية، نحط لهم حبة عسل. على حسب بقى، في ناس بتحبها بالعسل وناس ما بتطلبش، مش عايزينها مسكرة، يعني حابين ياكلوا يستطعموا سكريات الفاكهة نفسها، فده متاح. وفي ناس بتطلبها بالعسل بس. في ناس بقى بتحب تحط عليها بسبوسة. جربت الزبادي بالبسبوسة؟ لا، الحقيقه دي جديده. دي جديدة وجميلة جدا جدا جدا. يعني عايزة اقول لك اولا الزبادي بيخلي البسبوسة تبقى دلعة شوية، مش مسكرة للناس اللي ما بتحبش السكر قوي يعني، وانا منهم. فتحطي البسبوسة بتدوب في الزبادي، سكرها بيقل شوية. بس بقى حبة شربات فراولة صغننين كده، بتروحي بالزبادي في حتة تانية. الاختراع ده اسمه ايه؟ لا، الاختراع ده ما سميناهوش، هو احنا عاملينه زبادي بالفاكهة. بس بحط شوية صوص فراولة بسيط كده، مع الموز مع الزبادي بيبقى طعمه حلو. يعني في ناس كتيرة حبته. لكن انا بقى عاملة اختراع تاني اسمه الفخم. الفخم ده عبارة عن طبقة رز بلبن. طبعا احنا كل حاجة عندنا بلدي. طبقة رز بلبن عليها موز، عليها عسل، عليها مكسرات، عليها قشطة، عليها بسبوسة، عليها كنافة، قرفة. دي بقى وجبة حلوة كده في نفس كمية الطبق ده، بس راحة في حتة تانية اسمها الفخم بقى، اللي عليه كل الطبقات دي. يعني حاجة كده، حاجه فخمه. حاجة فخمة. طيب، حابين نختم برساله للناس اللي بتتفرج علينا، للناس اللي حابه ترجع لايام زمان وريحه زمان. بصي، اللي حابب يرجع لأيام زمان وريحة زمان ينزل شارع المعز، ينزل سيدنا الحسين، يجي هنا شارع الجمالية عندنا، ياكل زبادي، ينزل ياكل فول. أحلى حاجة هنا المنطقة، يعني الأماكن الشعبية دي من أجل يعني هتلف في الجمالية، مش شرط شارع المعز بس، هتلف في حواري الجمالية مش هتشبعي منها. حواري الجمالية كده، وخصوصا احنا عشان احنا متربيين فيها، مدارسنا فيها، طفولتنا فيها، كبرنا فيها أبا عن جد. فاحنا كل خطوة بنخطيها جوه الجمالية بنحس انها فخر لينا، ودي بلدنا ودي حياتنا فيها، فبنبقى مبسوطين. فبحس كمان ان ممكن لو حد جه من بره ودخل الجمالية ولف فيها من شارع المعز للدراسة لسيدنا الحسين، كل تفصيلة فيها ليها جمالها. ده اللي عايز يرجع لأيام زمان يجي وينورنا هنا في الجمالية.